المرسلين صلوات الله عليهم كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها وبرها خصوصا الحبيب علي الحبشي ثم بسم الله ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجاد عبد الله زوجته الوالد أحمد بن عبد الله إخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضور وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين فكانوا يسرون الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تؤمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حوضا فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فراح ريحان وجنة نعيم فأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين فأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين وسبح باسم ربك العظيم اللهم انصر وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقتار ونسترزق طالب رزقك
ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل يال العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن سجود الله لك فسنة للحاجة الله إليك بجودك وكرم فضلك يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. على من أسلافنا الصالحون وعلى من حبيب على الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصلح وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن
تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك صفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك من رب السماء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك اللهم صل وسلم
وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه وعظم شانه. خلق الخلق لحكمه وانطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائد المنة مجرا به في أكداره القسمة صلى الله عليه. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه. آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. عطرت بوجودها كناب الوجود، وطرزت برد العوالم بدراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد تولى، يا لقلب سروره قد تولى بحبيب عمال أنا منا ولا بحبيب عمال أنا منا ولا. يا قلبي سروره قد تولى، يا لقلبي سروره قد تولى بحبيب عمال أنا منا ولا بحبيب عمال أنا منا ولا. من شرف الوجود بنوره، جل من شرف الوجود بنوره، غمر الكون بهجة وجملا، غمر الكون بهجة وجملا. يا قلبي سروره قد تولى، يا لقلبي سروره قد تولى بحبيب عمال
سروره قد تولى بحبيب عمان أنا ملا ولا بحبيب عمان أنا ملا ولا حاضته العيون في مجدالته لا حاضته العيون في مجدالته بشرا كاملا يزيح الضللا بشرا كاملا يزيح الضللا يا لقلب سروره قد تولى يا لقلب سروره قد تولى بحبيب عمان أنا ملا ولا بحبيب عمان أنا ملا ولا هو من فوق علمي ما قد رأته وهو من فوق علمي ما قد رأته رفعة في شؤونه وكملا رفعة في شؤونه يا لقلب سروره قد تولى بحبيب عمان أنا ملا ولا بحبيب عمان أنا ملا ولا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معاني الجلال انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله وأشهد أن سيدنا وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره به بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا
الذي يرى صلى الله الرسالة وأدى عليه الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. وما من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل صلوات وجمعها
بالكامل صلى الله عليه. شمائل وحسن وهنا حسنا نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار صلى الله عليه. كتاب القرطاس وقال والقرطاس وتتنزل في حدائق الأسماء والأبصار. صلى الله عليه. مشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. سندي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت سعادة أبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شد من البرية في كمال الخصوصية صلى الله عليه. هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام القديم إلى من خصص بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. في آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقوا صلب عبد الله فألقوا إلى بطنها فضمت أشياء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه. رعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى ولا الله عليه. تشكو علما ولا عللا صلى الله عليه. بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على لهذا العالم فيوض ففيوضات فضله فتنتشر فيه آثار مجده الصحيح. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. هذه الدرة المكنونة والجورة المسونة والكون كله يصبح يمسي في سرور وبهجة صلى الله عليه. هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. لقريش نطقت بفصيح العباد صلى الله عليه. بشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. مضمحة بذل الفرح بملاقات أشرف البرية صلى الله عليه. إلى عالم الظهور بعد تنكره في البطون والظهور صلى الله عليه. الكريم وبسط في العالم الكبير مائدة الشرب والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين كربا وان وضع هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب. صلى الله عليه. وقرد لله على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله والله أكبر. وقدرتك شفت قناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. كتب الله عليه النعمة من خواص الأمة ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. كمال من النور العمود وبرز الحميد المحمود وعينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس يا رسول الله. سرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال يا رسول الله. في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا ضاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل يحصوره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام
علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ظرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع لأن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه سيد الكون من الشهور شهر ربيع ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه في الحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرى صلى الله عليه عند الله يد القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عم الشافعي رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. فضاله ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم قالت ثم ألبسته وجعته فلما انشف عن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني صلى الله عليه فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه. ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري صلى الله فسمعت عليه. قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله قال عليه. فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعثه الله صلى الله فكنت عليه. من أول الناس سلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرفه عند مولى صلى الله عليه. في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال رضي الله عنه ورضي الله عنكم دخل زيد بن عمر بن الخطاب ذات يوم على حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم فوجده مضجعا على حصير ليس بينه وبين شيء وقد أثر بجنبه متكئا على وسادته من أدم حشوها ليف فقال يا رسول الله ادع الله أن يوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله فقال صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab satu hari masuk
atau bertemu Rasulullah SAW, masuk rumahnya Rasulullah SAW. Itu beliau Rasulullah SAW lagi tidur, ya, lagi tidur. Saking kasarnya tempat tidurnya Rasulullah sampai bekas tubuhnya Rasulullah sampai bekas. Sayyidina Umar melihat tidak tega, maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah meluaskan kekayaan untuk dirimu, kekayaan untuk dirimu dan umatmu, seperti kekayaannya orang-orang Rum dan orang-orang Persia. Raja Persia itu kalau minum pakai gelasnya dari emas, kalau tidur bantalnya dari bantal yang sangat empuk. Sedangkan Rasulullah SAW orang yang paling mulia, tidurnya itu sudah tempat yang biasa. Maka Sayyidina Umar mengatakan, berdoalah supaya kamu mendapatkan kekayaan seperti kekayaan orang-orang Faris dan orang-orang Rum, Persia dan Romawi. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya aku tidak ridho di dalam diriku ada dunia sedikit pun. Aku tidak ridho di dalam diriku ada dunia sedikit pun. Makanya ada Rasulullah mengatakan, seandainya dunia ini ada harganya seperti sayapnya nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi dunia oleh Allah. Berarti dunia ini tidak ada harganya di matanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada harganya di matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian kepingin tahu apa dunia itu, tanyakan kepada orang yang sakarat. Kalau kita kepingin tahu apa itu dunia, tanyakan kepada orang yang sakarat. Pasti mereka akan mengatakan, aku tidak ngurus dunia maneng. Sing tak urus bagaimana nanti saya masuk akhirat. Yang tak urus bagaimana nanti saya akan masuk dalam kubur. Kalau kepingin tahu bagaimana ukuran dunia itu, tanyakan indal muhtadar an kurbi wafatih. Tanyakan kepada orang yang mau sakaratul maut. Pasti dia tidak akan merasakan kenikmatan dunia lagi. Yang dia cari adalah kenikmatan akhirat. Pernah suatu saat Rasulullah SAW ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ditanya, kemana kalian? Maka katanya Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar, saya mau cari makanan. Saya lapar ya Rasulullah. Dibuka perutnya sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar, diganjel batu. Sama Nabi dibuka, Sayyidina Umar satu, Sayyidina Abu Bakar satu, dibuka sama Nabi. Ana tak ganjel dua. Perut saya saking laparnya tak ganjel dua batu. Diriwayatkan Rasulullah sering tidak makan dalam 3 hari. Wasyadda min syaghabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashham mutrafal adami. Habib Ali mengutip bagaimana Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu. Sedangkan gunung ini sudah menyodorkan untuk menjadi emas dan diberikan kepada Rasulullah menolak. Bagaimana aku cinta kepada dunia, sedangkan dunia kata Rasulullah laulahu lam tukhliqid dunya minal adami. Kata Imam Busiri, kalau bukan karena Rasulullah, dunia tidak mungkin akan diciptakan. Kalau beliau tidur, diriwayatkan kalau beliau tidur itu tidurnya di atas tikar. Bantalnya bantal yang kasar. Katanya Habib Ali Habsyi, kalau kita beda. Kalau kita turu di tikar ndak iso turu. Kita butuh firosh, kita butuh kasur. Kalau kita butuh bantal yang empuk. Sedangkan Rasulullah SAW dengan alas yang kasar pun beliau jadi. Sallallahu alaihi wasallam.
Wa ana idza takhayyaltu suratahu sallallahu alaihi wasallam wa julusu ma'a ashabi wa zamani alladhi as'adullah bi wujudih. Sayyidina Ali ini Habib Ali ini pernah membayangkan seandainya aku bisa duduk bersama Rasulullah SAW. Itu pernah beliau membayangkan seandainya saya hidup di zamannya Rasulullah SAW, alangkah bahagianya saya. Katanya Habib Ali Habsyi, batu yang pernah diinjak oleh Nabi, batu yang paling mulia. Tembok yang pernah disandari oleh Rasulullah, tembok yang beruntung. Tempat yang paling ditempati Rasulullah ada tempat yang paling beruntung. Ketika perang Uhud, wanita-wanita yang ada di kota Madinah mendengar bahwa Nabi meninggal. Ketika perang Uhud, Nabi kan sempat kena sakiti, bahkan giginya sampai berdarah semua. Itu nyebarnya di kota Madinah bahwa Rasulullah meninggal. Nyebarnya di kota Madinah bahwa Rasulullah meninggal. Semua perempuan-perempuan menunggu di gerbang Madinah. Sahabat yang pulang dari perang membawa, ini loh bu, ibumu ini loh bu, bapak kamu meninggal. Abu Kimat, aina Rasulullah, saya mendengar Rasulullah meninggal di Uhud. Enggak, Rasulullah enggak meninggal. Ini loh bu, aku Kimat, ini loh saudaramu meninggal. Aina Rasulullah, di mana Rasulullah? Saya mendengar bahwa Rasulullah meninggal di Uhud. Ternyata keluar Rasulullah SAW, al-an gorot ini, sekarang hatiku tenang. Jadi yang dipikirkan sahabat Rasulullah SAW. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kulo kali panjenengan termasuk orang-orang yang masuk hamba bilanya Allah Subhanahu wa taala. Masih rodok lep-celep tak panapa nggih, masih rodok masuk angin tak panapa. Yang penting istiqomah. Ini istiqomah yang baik. Ini istiqomah yang baik. Kalau Anda punya anak, ajak anak Anda. Ini loh Pak, ini loh nak istiqomahnya Bapak. Ini loh nak, Bapak istiqomah sama Gus Muhib. Ini loh nak, kami setiap hari Kamis malam Jumat baca maulid aja. Ini loh nak, kalau kami pergi, kami berangkat ke hallnya para aulia, diajak anaknya. Ojo dijak ning binatang, kebun binatang nggih. Iki lho nak bedes nak. Iki lho nak monyet, iki lho jerapah. Akhirnya gede iling kebun binatang. Ajak anak kita ke tempat-tempat yang mulia supaya mereka merekam bahwa bapaknya pernah duduk di tempat yang mulia dan mereka akan malu kalau dia tidak duduk di tempat yang mulia. Insyaallah mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk min khiyari ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat min fidani. Hadza minni wa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadamal fikru min dararil awsafil muhammadiyyati ukunda tawajjahtu ila Allah tawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa ayyaktuba amali fil a'mal maqbula wa tawajjuhi fit tawajjuhatil halisati wasilatil mausula. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fata'udu dhafira wa ala babil izzati tahatur rihalu fatahsyaha minhul fuyudatul amira. Natawajjahu ilaik bi ashrafil wasaili ladaik
سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وأن تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تهربنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأجر بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا وأدبنا في الأعمال بطاعتك والصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.